حضرتك انا كجهه زي اتحاد الكوره او انا نادي او انا اتحاد دولي او انا اتحاد قاري بعمل مؤتمر صحفي. بعمل مؤتمر صحفي ليه؟ انا عايز اعلم اكبر قدر من الناس. بالظبط. عايز انشر على اكبر قدر من الناس وبمختلف الوسائل الاعلام ما اريد ان انقله عن شخص القائم او عن الموضوع المؤتمر ده. مظبوط. ما بعملش حاجه سريه، يعني انا ما بعملش مؤتمر، يعني ما باجيش اعمل فرح مثلا واقول للناس المدعوين يدفعوا تذاكر الفلوس عشان تيجوا. يعني هو عايز يبيع كل حاجه. اتحاد الكوره عنده حاله من الشبق للحصول على فلوس. زي ما تكون الفلوس دي بتخش جيوبهم، يعني مش زي ما تكون بتصرف في مصارف شرعيه، بتحس ان الفلوس دي بتخش في جيوبهم لان عندهم عايزين يبيعوا كل حاجه. كل حاجه في اتحاد الكوره للبيع. اي شيء واي حاجه ممكن انها تباع. انا لو من القنوات الفضائيه الرياضيه انا اللي اعلن مقاطعه هذا المؤتمر، لان مقاطعه هذا المؤتمر حاجه المفروض الاتحاد يهتم بيها، لان مش انا بعمل مؤتمر صحفي عشان اخبيه او ان انا ابيعه. صح. للي عايز يدفع. واعتقد ده حل كويس كابتن عصام. وبعدين ايه الشركه يعني ايه الشركه الراعيه؟ يعني ايه الشركه الراعيه بتصدر هذا وطبقا لتعليمات الاتحاد الدولي؟ هي تعليمات الاتحاد الدولي. كابتن نادر، اتفضل يا كابتن عصام. السؤال لحضرتك بما انك راجل من الاعلاميين الكبار في مصر، انا عايز اسال سؤال. اللي كتب حتى الصيغه يعني ايه يسمح بدخول، لا يسمح ولن يسمح بدخول كاميرات التلفزيون باستثناء الشركه الراعيه طبقا للوائح الاتحاد الدولي. هي الشركه الراعيه دي قناه؟ لا مش يعني ايه؟ يعني حتى الصيغه مش مفهومه يا كابتن عصام. الباراجراف الاولاني، وبعدين فين هي لوائح الاتحاد الدولي اللي بتقول كده؟ يعني كلام مش منطقي، ولا الصيغه تبين ان في حد بيعرف يكتب. ده يعني افضل ختام عشان يكون الافتتاح بتاعنا بكره ان شاء الله في الاستوديو في مباراه الزمالك بكره.